فيديو جديد. فيديو جديد صح مش مصدقين؟ لا فيديو جديد وراح ان شاء الله نستمر الى لا ما نهاية. بس اليوم يا عزيزي المشاهد لازم انك تشاهد هذا الفيديو للنهاية. حبيت اليوم اني اطلع اوضح لكم شيء خطير على المسلمين، ظاهرة قريبة تحصل هذا الايام في اخر الدول. شاهد الفيديو للنهاية يلا. عيد الهالوين، اليوم نحكي عن عيد الهالوين. عيد الهالوين هذا عيد للمسيح، يعني اي مسيحي هو يعيد بهذا، يتنكر، يعني يلبسوا اشياء مرعبة. وهذا الشيء هي قصة انا قاعد احكيها لكم الان، بس اكمل هذا الموضوع. يعني يتنكروا ويلبسوا دم ومدري ايش، يعني عيد عندهم هو في شهر اكتوبر يوم 31 يبدأ العيد هذا. لا يوم 31 لا ما انا لاني انا مانيش مسيحي راح اخبركم ان انا بكل شيء. بس هذا العيد هو عيد للغرب، يعني يعني الغرب امريكا وكذا وكذا لانهم مسيح. في السعوديه السعوديه هذا فتحت مهرجان، قالت الذي يجي وهو متنكر عيد الهالوين يدخل، يعني قصدهم ان اجوا كلهم مسيح، يعني انت مسيحي اوه هذا موجود هنا عيد ما ينفع اسافر اعيد هنا واسلم راسي. فهم يقولوا يلا ما حد جاء من المسيح، ما بش عندهم اصلا اذا في الا صح في اثنين مسيح جو، بس المشكله كلهم اصحاب الرياض كلهم السعوديه اجتمعوا لابسين هالوين نعيد واسوي ناخذ عطبطلوا هباله. اول شيء انت ايش دمك زلخن شكلك يا اخي. العيد هذا للمسيح وتعيدوا به خلاص. لو نقول عادي يعني اي دين ينزع عيد اي واحد، ليش ما ينزعوا عيدنا؟ عيد الفطر، عيد الاضحى، يعني يقولوا سب المسلمين يجوا عندنا واحنا نذبح لهم عيد الاضحى ويعيدوا. يا عزيزي تحمد الله يعني على هذا النعم، معانا عيد والله يرفع الراس والله. يعني تخرج وانت سابق صح مشيك وتدعي الله وتصلي الصبح وتخرج والحمد لله ومدري ايش وذبيحه. عزيزي المشاهد شاهد معي هذا الفيديو منشان اوضح لك، لا تقول اني انا احكي له يعني من راسي. شاهد هذا الفيديو وشوف بعينك والله اني يطلع لك الغاثي. دكتور السعودية تخرج عن صمتها وتحتفل بعيد الهالوين، وهذا خلق جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. والسعودية تبرر ذلك بغرض أنها تريد أن تبين أن الإسلام دين وسطية واعتدال وليس دين تشدد. والسعودية هي آخر دولة كنا ننتظر منها مثل هذا الفعل، لأنها بلد الحرمين وهي البلاد التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. Wow, subhanallah, this is happening in Riyadh, Saudi Arabia. When people like me became a Muslim 31 years ago and we left behind all of this pagan holidays, it's really concerning that people that were born Muslim are now celebrating what I left. Subhanallah. شاهدت معي عزيزي المشاهد، شوف على بهذله في لبسهم يعني حاجة رعب يعملوا هكذا ما هو سابق. بس هذه هي حصلتها، هي مسيحية، هذه هي قديم قصة مسيحية كبيرة. وهم بيقولوا المسيح إن في هذا اليوم ينزل عزرائيل ملك الموت ليقبض الأرواح، وهم يتنكروا مشان يقولوا هم أشباح علشان يضحكوا على عزرائيل. إيش يضحك على عزرائيل؟ هذا عزرائيل يا أحد راح أكمل لك، إحنا نرجع نسوي وش علشان يضحكوا عليه يقولوا احنا لا اشباح، احنا قد قبضت نوحنا قد قبضت روحنا. وهم قصدهم انهم يعني يخضعوا عزرائيل ملك الموت ويتكونوا يزعم اشباح ومدري ايش. هذا الشيء يا عزيزي هو عيد مسيح، وباقي قصص كثيره، يعني قصص ما اشياء اكلمكم لانه بايخه، قصه بايخه يقول لك ها مدري ايش وعلشان المسيح ومدري ايش، قصص بايخه كثيره. بس يا عزيزي المشاهد انا حبيت اللي اوضح لك هذه القصه على حق عزرائيل فقط، يعني يشتهوا يقطعوا عزرائيل. هذا السعوديه، هذا ذي حدث في الرياض، هم يشتهوا يقطعوا عزرائيل مثل السعوديه.
السعودية طبعت مع إسرائيل، قلنا صح إن إحنا عصبنا ذبحنا صح إن إحنا ذبحنا، قلنا يا خبره دولة الحرمين الشريفة ومدري إيش، طبعا قلنا يا أخي سهل عيعقلوا. أما تسرقوا أعياد الكفها من شان تكيفوا راحتكم، والله ما هو سابر. يا عزيزي المشاهد قلتك الله يعني، دير رأيك في التعليق، أنا قديرها هانها والله سبت، دير رأيك وابشر إني أقرأ وأعلقه هنا. عزيزي المشاهد ما أحب أطول عليكم، بس حبيت إني أقول لكم إحنا كمسلمين لازم إن إحنا نوقف كيد واحدة، يد واحدة. العرب مع أي مسلم، حتى لو كان مسلم هو أمريكي أو من في أي دولة أجنبي وهو مسلم، لازم إن إحنا نكون يد واحدة. فالسعودية هي شيء تبين للدول الأجنبية إن دين الإسلام ليس متشتت، ليس بهذا الطريقة تبين يا أخي أو يا أخوتي، هذا الطريقة ما يستبره. أما إنسان يعني ينكر وجود الله وينكر رسوله وينكر، هذا ليس إنسان. أعزكم الله أن الحيوان أكرم منه. مثلا نقول أن السعودية نيتها نية خير مشان توضح أن دين الإسلام هو شيء جميل وإنه ماش متشتت، بس مش بهذا الطريقة يا السعودية. هذا الطريقة ما ينفعش. يعني هذا الكافر احنا علينا نوضح له، نقول هذا هو الإسلام ونبين له ايش محرم وايش هو اهدافه وايش هو الجميل فيه وايش نعمل وكيف نصلي. اهم شيء ان احنا نفهمه بامور الدين كامل بشكل عام. فهذا الكافر بعد ما نفهمه بكل التفاصيل، ان شاء ان يؤمن او ان شاء ان يكفر، لا اكراه في الدين. الله يهدي من يشاء. معانا عاد في اخره وباقي معنا يوم القيامة، والله يعني اكيد الناس كلهم الناس بشكل عام يتحاسبوا. اعزائي المشاهدين استأذنكم في هذا الفيديو مشان الان يأذن صلاة الجمعة، فاشتي يصير اصلي مشان اول شيء احنا ننتبه لصلاتنا، لا ننتبه لحد، لا ننتبه لا لهالوين ولا لحد، اهم شيء الصلاة. ف يعني كذاكم عارفين اهب الاشتراك هذا، إن يعني اذا انت تشترك او ما تشترك يمكن معي الاجر، فالحمد لله. اعذروني اذا خرج اي كلام عن نضاقي، لاني كأي مسلم اغار على ديني. مثل السعودية اكيد ان في ناس شرفاء، اعذروني اذا تكلمت ولا يعني كلمة زلت، لان انتم اخواننا اكيد، بس في شرفاء وفي ناس اكيد بايعقلوا مع الوقت، بايعقلوا ويصحوا. فوداعا لا نطول عليكم، وقت الصلاة ان شاء الله تكونوا تنتبهوا على صلواتكم والدين هذا هو المهم. عزيزي المشاهد اكيد انت احب ان الفيديو الثاني نكون انا وانت في نفس الفيديو. المهم انك تشترك مشان نلتقي الفيديو القادم. احس اني ثقيل عليكم وضولت. في امان الله. حاضر.